السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة ميزون ابتسام. الفيديو ديال اليوم غادي يكون عبارة على واحد الكيكة اللي هي اقتصادية بالياغورت، كتجي اروع ما يكون، خفيفة بزاف وهشيشة. ملي غادي تجربوها اكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم. كنصحكم التجربة ديالها. نخليكم مع الفيديو باش تعرفوا على الطريقة وعلى المقادير. بالنسبة للمقادير ديالنا، انا غادي نحتاج معكم هنايا 3 ديال البيضات يكونوا بدرجه الحراره ديال الغرفه. كنضيف معاهم قبيصه ديال الملح، يعني واحد رشيشه صغيره ديال الملح، وكنضيف معاهم كاس مع مرشي ديال السكر سنيده، يعني كاس انا عبرت بكاس ديال العنبه. بالنسبه للخليط ديالنا انا كنخلطو بالطراب الكهربائي حتى كيصبح القوام ديالو كيناول اللون الابيض، يعني حتى كيتضاعف الحجم ديال ديك البيض باش كيكه ديالنا كتجي بهذا القوام اللي كنتحصل عليه في الاخر. من بعد ما كيرجع القوام ديالها في هذا اللون، كنزيد عليها كاس لارب ديال الزيت، يعني كاس غير مملوء ديال الزيت، وكنستمر بالتحريك. من بعد كنضيف عليها واحد الياغورت ديال الفاني، كلكم استعملوا اي ياغورت بغيتو، ديال الموز، ديال اي مذاق يمكن تنكهوا به. انا اخترت ديال الفاني وكنستمر هيدا بالتطريب. من بعد كنضيف معكم واحد الساشي ديال فاني، وكنستعمل واحد قطيره ديال الخل باش الكيك ديالنا كيجي مفشفش. بالنسبه للدقيق البنات، انا استعملت هنايا 280 غرام ديال الدقيق. عملت معها 3 ديال الخمارات من فئه 8 غرام. ديك الخمارات ديالي ديجا طحين، انا عندي مغربل، غربلت هي ديك الخمارات بثلاثه، وبقيت كنضيف ديك الدقيق بالتدريج مع استمرار في التحريك، يعني شويه بشويه حتى كيتخلط لنا الخليط ديالنا كامل باش ما كيتكورناش ديك الطحين. كنبقى هيدا نكمل بالتحريك معلقه بمعلقه. يمكن لكم تخدموا بمكونات غير باليد، هي بالضرب ديال اليد يدوي عادي. انا هذا كيسهل عليا الخدمه وكنسالي دغيا. صافي كنبقى بنات على هذا الشكل هذا حتى كنسالي الكيكه ديالي. بنات من بعد ما بدا كيتقلي القوام، غادي نوقف الطراب وغادي نكمل بالطراب اليدوي ديال اليد باش يساعدني على التحريك ديال ديك الدقيق. بنات واخا يبان لكم القوام شويه ثقيل، ولكن هو كيجي هيدا، كيجي فحال الشكل ديال الجينواز. مول ديالي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، وهذا هو القوام اللي كنتحصل عليه. كيف كتشوفوا يعني ما يبان لكمش ثقيل، يعني القوام هو هذاك. صافي بنات كندخلهم على درجه ديال الحراره فرن انا عندي بارد، كنعمل فيه الكيك ديالي وكنطيبها على 180 درجه. كنشعلها غير من التحت حتى كنشوف الكيكه ديالي ارتفعت، عاد كنشعلها حتى من الفوق. صافي بنات انا وريتكم شكل اللي كنطيب عليها الكيكه ديالي. من بعد ما طبت الكيكه، هذا هو الشكل اللي كنتحصل عليها بنات، كتجي محمره ومزيونه، يعني لا في المنظر ولا في كل شيء. انا هنايا اكتفيت بالتزويق ديالها بواحد داني ديال الكراميل، كلكم تذوقوها بالطريقه اللي بغيتو. انا عملت واحد داني ديال الكراميل وعملت رشيشه، يعني خط رقيق بالشوكولا. هيدايا باش نتحصل زعما على شكل بحال شكل ديال الملفي، يعني الوجه يجي مزوق بحال شكل ديال الملفي. انا ديال الطريقه اللي بغيت نزوقها بها، نتوما كتكتفيو بالطريقه اللي بغيتو نتوما، يعني كتبقى لكم الاختياري، الذوق ديالكم كيبقى اختياري. صافي بنات هذا هو الشكل ديال الكيك ديالي اللي تحصلت عليه، كيجي بنين وهشيش، وانا مأكده غادي يعجبكم 100%. ما كيديش قوام بزاف، وتقدروا تستعملوه يعني ككيك يومي، كيجي بنين. انا مأكده غادي يعجبكم، كيجي مفشفش من داخل. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. نشوفكم فيديو اللي ما جاي ان شاء الله. السلام عليكم.